يبقى احنا دلوقتي عملنا مع بعض برطمان الإنقاذ، وعملنا مع بعض بخاخة الإنقاذ. وأتمنى إن انتوا تجربوا أفكارنا، ولو عجبتكم اكتبوا لنا في التعليقات. تعالوا بقى ندخل على الوصفة اللي بعد كده. جبت كوباية من الدقيق، ضفت لها معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة كبيرة شوية من بهارات الإنقاذ بتاعتنا، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وشوية من الملح. قلبت المكونات بتاعتي الجافة دي مع بعض، وبعد كده هبتدي أضيف لها. اللي عرف أنا هضيف إيه يكتب لي في التعليقات قبل ما أضيف المكون بتاعنا. المكون بتاعنا ده عبارة عن الشرش بتاع الجبنة القريش. بعمل الجبنة القريش في البيت وباخد الشرش ده. بصوا بقى، بيبقى كله فوايد وفيتامينات، ويعني مش قادرة أقول لكم على جماله. بديل للزبادي، بديل للبن، بديل يعني بيدخل في التتبيلات، بيدخل في كل الوصفات. بعمل بيه كيك، بعمل بيه اوقات عصاير. انت بتعمليه في البيت احلى بكتير من اللي بره. يعني جربي كده تعملي جبنة قريش في البيت وتاخدي الشرش بتاعها. بره بيبتدوا يشيلوا كل الفوائد من اللبن لما بيودوه الفرازة، لكن احنا ما بنجيب اللبن بخيره كده ونعمل منه الجبنة، بيطلع الشرش بتاعنا بيبقى بقى كأنه فيه خل، وكمان بيبقى فيه شوية دسم، وبيبقى حلو جدا. فانا خدت شوية منه كده وخليت الدقيق بتاعنا زي كده القوام الكريمي، ونزلت بقى بالستريبس بتاعنا. دي الفراخ اللي احنا مطلعينها من الفراخ بتاعتنا. انتوا طبعا عارفين معايا انا بطلعها ازاي، وعملتها معاكم كتير في خلي الفراخ قبل كده. هسيبها بقى على جنب كده تشرب من التتبيلة شوية.